بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في حل اختبار تراكمي رقم 1 من كراسة المعاصر في الهندسة على الدرس الأول. السؤال الأول هنا بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة. طبعا هنا مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة ب 360 درجة، فأختار على طول الاختيار رقم د. رقم 2 بيقول لي هنا إذا تقاطع مستقيمان فإن كل زاويتين متقابلتين بالرأس طبعا متساويتين في القياس. يعني زي كده يا ولاد، أنا لما يكون عندي مستقيم بيتقاطع مع مستقيم تاني، إيه اللي بيحصل؟ بيتقاطعوا هنا في النقطة دي مثلا، هيبقى الزاوية دي بتقابل الزاوية دي بالرأس فبتساويها في القياس. يعني الزاوية دي لو كانت ب50 تبقى اللي قبلها بالرأس ب50. الزاوية دي لو كانت ب130 هتبقى الزاوية اللي جابلها ب130. تمام كده؟ طيب في الشكل المقابل، تعالى كده نشوف الشكل معانا. أنا عندي هنا في نقطة وفيه زوايا متجمعة حول نقطة. الزوايا المتجمعة حول النقطة دي فيه زاوية ب90 قايمة أهي، وفيه زاوية ب130، وفيه زاوية ب100. أكيد هو عايز زاوية د م ج أو ج م د، فعلا هو عايز دي. أجيبها إزاي؟ كل اللي أنا هعمله إن أنا هجمع الثلاث زوايا دول، ادي الزاوية 2 3 واطرحهم من 360 درجة. طب اقولها ازاي بالخطوات؟ اول حاجة كده لازم اقول بما ان مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة م بيساوي 360 درجة. مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة م بيساوي 360 درجة. إذن قياس الزاوية اللي هو طالبها د م ج، د م ج يساوي 360 درجة ناقص افتح قوس، هدخل جوه القوس 130 زائد 100 زائد 90 بيساوي ادي 360 ناقص 130 زائد 100 يديني 230، 230 زائد 90 يديني 320. 320 ولما اطرح 360 ناقص 320 ادي صفر ناقص صفر صفر، 6 ناقص 2 4 و3 ناقص 3 صفر، يبقى دي كده ب40 درجة. تمام؟ حبيت تتأكد هتجمع انت ال100 زائد ال130 زائد ال90 زائد ال40 هيطلع ب360 درجة. وده كان السؤال الأول. أدخل بعد كده على السؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول لي في الشكل المقابل المستقيم أ ب تقاطع المستقيم ج د في نقطة م، والشعاع م د ينصف زاوية أ م ه، ومعنى كلمة ينصف يعني بيقسم الزاوية نصين، وقياس زاوية ج م ب بيساوي 50 درجة. أوجد بالبرهان قياس زاوية ه م ب. تعال نروح للشكل. عايز قياس زاوية ه م ب. ه م ب اللي هي الزاوية دي. واحدة واحدة كده. طالما في مستقيمان بيتقاطعوا يبقى في زاويتين متقابلتان بالرأس. الزاوية دي ب50، مين اللي بتقابلها؟ الزاوية دي برضو هتبقى ب50. طب ما هي الزاوية دي عليها نجمة والزاوية دي عليها نجمة، معنى كده إن هما الاتنين متساويين في القياس. دي ب50 تبقى دي بكام؟ ب50. تمام؟ طيب وبعد كده الزاوية دي كده يا ولاد، الزاوية دي اللي هي زاوية أ م ب دي زاوية مستقيمة. الزاوية المستقيمة قياسها ب 180 درجة، فأنا هجمع ال50 وال50 أدي 100. 100 من 180 يديني 80. خلاص كده؟ يبقى أول حاجة أنا هقول إيه؟ إن الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بالتقابل بالرأس. طب أقولها إزاي؟ أهو. أول حاجة هنا هقول إيه؟ بما أن المستقيم أ ب، المستقيم أ ب تقاطع المستقيم ج د أو د ج في نقطة م، إيه اللي يحصل أو إيه اللي يحدث عن طريق التقاطع؟ إن الزاوية دي اللي هي أ م د، يبقى أقول له كده إذن قياس زاوية أ م د اللي عليها النجمة بيقابلها بالرأس الزاوية ب م ج، يبقى قياس زاوية ب م ج بيساوي 50 درجة بالتقابل بالرأس.
وبما أن الزاوية دي بتساوي الزاوية دي، الزاوية دي اسمها د م ه، أو ممكن أقول إن الشعاع م د، وبما أن الشعاع م د ماله بينصف زاوية أ م ه. يعني بينصفها يعني بيقسمها نصين، يعني الزاوية دي ب50 تبقى دي ب50، طب ما هيبقى كلها ب100، يبقى إذا قياس زاوية أ م ه أ م ه ب100 درجة. عايز أقول إن الزاوية دي مستقيمة، أقولها إزاي؟ أقول له بما أن الميم بتنتمي للمستقيم أ ب، بما أن م بينتمي للمستقيم أ ب، يعني معنى كده إن الزاوية دي كلها ب180، ما أنا جبت جزء منها ب100 يبقى على طول أطرح 180 ناقص ال100، يبقى أقول له قياس زاوية ه م ب اللي هو طالبها مني بيساوي 180 درجة. أشيل ال50 وال50 يعني أشيل منها 100، هيتبقى معايا 80 درجة، وهو ده إيه المطلوب إثباته. ده كده السؤال الثاني. أدخل بعد كده على السؤال الثالث. السؤال الثالث بيقول لي في الشكل المقابل في توازي، الشعاع أ ب يوازي الشعاع ج د. هوريك الكلام ده على الشكل. قياس زاوية أ ب50 درجة، قياس زاوية أ ج ه ب90، قياس زاوية ه ب40. اثبت ان الجيم د يوازي اله واو. تعال نشوف كده على الشكل. هو من دين هنا التوازي، ادي الشعاع أ ب بيوازي الشعاع ج د، وعندي الزاوية دي ب50 وعندي زاوية ج كلها ب90 والزاوية دي ب40. هو عايزك تثبت له ان الشعاع ج د ده بيوازي الشعاع ه واو. طب انا اول حاجة همسك الحرف اللي فيه التوازي اللي هو حرف ايه ده؟ حرف الزد. طب ما هو حرف الزد ده بيديني زاويتين متبادلتين، يعني زاويتين بيساووا بعض بالتبادل. الزاوية دي ب50 هتبقى الزاوية دي ب50 بإيه؟ بالتبادل. حلو. وعندي زاوية ج كلها شاملة زاويتين، كلها دي ب90، شيل منها ال50 يتبقى معايا 40. طيب انزل كده هنا، لو تلاحظ معايا ان الزاوية دي ب40 والزاوية دي ب40 واخد حرف الزد بس في وضع التبادل. طالما ان الزاوية دي بتساوي الزاوية دي في وضع التبادل، يبقى الشعاع ج د يوازي اله واو. طب ما انا عندي كمان ان الجيم د بيوازي الالف ب، طب ما هيبقى ايه؟ هيبقى الجيم د والهه واو بيوازوا بعض. تاني الشعاع ده بيوازي الشعاع ده والشعاع ده بيوازي الشعاع ده، يبقى الجيم د والهه واو بيوازوا بعض. طب اقولها ازاي؟ اول حاجة قلنا هنشتغل في الحرف اللي هو حرف الزد ده. هقول كده بما ان الشعاع أ ب يوازي الشعاع ج د. حرف الزد الشعاع أ ب يوازي الشعاع ج د، وألف ج قاطع لهما، وألف ج قاطع لهما. إذن قياس زاوية أ ج د، أ ج د بيساوي قياس زاوية الألف بيساوي 50 درجة بإيه؟ بالتبادل. خلاص كده؟ طيب وبما أن قياس زاوية الجيم كلها اللي هي أ ج ه، وبما أن قياس زاوية أ ج ه كلها ب90، هشيل ال90 من ال50 هيتبقى 40 اللي هي زاوية د ج ه، يبقى أقول له كده قياس زاوية د ج ه يساوي 40 درجة. ليه؟ عشان 90 ناقص ال50. طيب هقول له بما أن الزاوية دي بتساوي الزاوية دي اسمها إيه؟ د ج ه، يبقى أقول له بما أن قياس زاوية د ج ه بيساوي قياس زاوية اله بيساوي 40 درجة، وهما في وضع التبادل. في وضع التبادل. طالما هما الاثنين في وضع التبادل يبقى عندي الجيم د بيوازي اله واو. اذا الجيم الشعاع ج د يوازي الشعاع ه واو. وبما ان الجيم د نفسه ده ج د يوازي الالف ب، يبقى اذا
الألف ب والهه واو بيوازوا بعض، يبقى أو العكس، الهه واو يوازي الألف ب، وهو ده المطلوب إثباته. يبقى الشعاع ج د بيوازي ه واو، وج د بيوازي ألف ب، يبقى ألف ب يبقى الهه واو والجيم د، الهه د والجيم د نسبة إن ج د بيوازي ه واو. السؤال الثالث، أنا عندي هنا الشعاع أ ب بيوازي الشعاع ج د، وعندي زاوية ج كلها ب90، وعندي زاوية ه ب40. هو عايزك تثبت إن الشعاع ج د يوازي الهه واو. واحدة واحدة كده، لو مسكت حرف الزد كده هلاقي إن زاوية الألف بتساوي زاوية الجيم اللي من جوه اللي هي أ ج د ب50 درجة في بالتبادل. طب أنا عندي الزاوية كلها ب90، شيل منها ال50 يتبقى 40، أنزل تحت الزاوية دي ب40 والزاوية دي ب40، يبقى هما الاتنين بيساووا بعض في وضع التبادل. طالما في وضع التبادل يبقى الجيم د بيوازي الهه واو. خلينا كده واحدة واحدة. هقول في حرف الزد الأولاني، بما أن الألف ب بيوازي ج د، بما أن الألف ب بيوازي الجيم د، والألف جيم قاطع، الألف جيم قاطع، إذن قياس زاوية الألف جيم د، ألف جيم د بيساوي قياس زاوية الألف بيساوي 50 درجة بإيه؟ بالتبادل. واروح أقول بعد كده بما أن قياس زاوية ألف جيم ه كلها بقى، ألف جيم ه بكام؟ ب90. طب ما أنا كمان جبت ده ب50، يبقى دي أطرح 90 من 50. مين هي؟ د جيم ه. يبقى أقول له كده إذن قياس زاوية د جيم ه يساوي 90، هشيل منها ال50 هيتبقى معايا 40. هقول إن الزاوية دي بتساوي الزاوية دي في وضع التبادل، وبما أن قياس زاوية د جيم ه بيساوي قياس زاوية اله بيساوي 40 درجة، وهما في وضع التبادل. طالما هما الزاويتين دول في وضع التبادل على طول يبقى الشعاع ج د بيوازي اله واو. يبقى أقول له كده إذن، اكتبها لكم هنا كده، إذن الشعاع ج د بيوازي الشعاع ه واو. السؤال الأخير، أنا عندي هنا في ب ج بيساوي ج ه، وعندي زاوية الب بيساوي زاوية اله. هو عايزك تثبت إن الألف ب بيساوي ده اله. ما اقدرش أثبت إن الألف ب بيساوي ده اله إلا لما أثبت إن المثلثين دول متطابقين. طب أثبتهم إزاي؟ أنا عندي الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بالتقابل بالرأس. لو حبيت أطابق المثلثين هلاقي إن أدي زاوية مع زاوية، وأدي زاوية مع زاوية، وضلع مع ضلع، يعني زاويتين وضلع في المثلث الأول مع زاويتين وضلع في المثلث الثاني. كده بيتطابق المثلثين وينتج إن الألف ب بيساوي الدال ه. يعني أقول كده، أقول له كده في بما أن ألف ه تقاطع ب د، ألف ه تقاطع ب د في نقطة ج، إذن قياس زاوية ألف ج ب اللي هي ج بيساوي قياس زاوية د ج ه اللي هي ج برضه،
د ج ه بإيه؟ بالتقابل بالرأس. أدخل على المثلثين أقول في المثلثان. المثلث الأول اسمه ألف جيم ب أو ألف ب جيم، والمثلث الثاني د ه جيم، فيهما أدي شرط 2 3. الشرط الأول إن عندي الضلع أبو شرطتين اللي هو ب ج، ده في المثلث الأول بيساوي الضلع أبو شرطتين اللي هو في المثلث الثاني، يبقى الب ج بيساوي ه ج، ب ج يساوي ه ج، وعندي زاوية الب بيساوي زاوية اله، قياس زاوية الب بيساوي قياس زاوية اله، وعندي زاوية الجيم اللي في المثلث الأول ألف جيم ب قياس زاوية ألف جيم ب بيساوي قياس زاوية د جيم ه، د جيم ه. تمام، بالتقابل بالرأس. إذا المثلث الأول ألف ب ج يطابق المثلث د ه ج، وينتج بقى إيه من التطابق؟ بينتج إيه؟ وينتج إن الألف ب بيساوي الدال ه، الألف ب بيساوي الدال ه. وبكده وصلنا لنهاية حل اختبار التراكم رقم 1. لو انت أول مرة تسمعني اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد. أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.